أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في هذه الأجواء الرائعة، أجواء جزيرة برج العرب، حيث هذه القمة قمة هذه الليلة في مباراة الترجي التونسي من خلال مباراة تأتي في إطار جولة الرابع في الوسط. بعد ذلك الانطلاق هم الأوفياء، فلا غرابة بالنسبة لهذه الجماهير. يراوغ يريد أن يسدد، ممتازة جميلة هذه. حان وقت الهدف. نعم، الزمالك يسجل أول أهداف في الزمالك، يسجل أول الأهداف. كانت كذلك بعد ذلك التمهيد. خذها يا الكرة، لكن هناك لمسة يد فيما يبدو حكم فتوح يرسل كرة ساقطة داخل منطقة هذه الكرة في اليمين. زيزو الراسية، لكن خروج لحارس المرمى، خروج يصفر حكم اللقاء على محمد صبحي. خطأ على محمد صبحي في الكل يستعد، الكل ينتظر العرضية للجزيري. الجزيري يسقط، وما هو القرار؟ هناك ركلة جزاء عن بطاقة صفراء على سيف الدين الجزيرة. السيد إنغوايوفين الكاميروني بقراره التالي. هناك ركلة جزاء، هنا زيزو اليمينية. جول فرسان القلعة البيضاء يعززون لعب نادي الترجي. نتمنى له السلامة ولكل الثلاث. فاز نادي الترجي. هنا خطأ كان موجود عند كرة، يسير الكرة تحت نادي الترجي. الجماهير التي إلى أقصى الطرف الأيمن. بعد ذلك تصل الكرة، كان يبحث عن التقليص، لكن المباراة يقول التاريخ وهذا الكلام لم يأتي من فراغ اللي كان يقدمه في الموسم الماضي. لكن على صعيد الأرقام طردية خطيرة زملكاوية اليمنى. ياسين رياح من جديد، نقلة الكرة بتعود لهوني. بعد ذلك تصويبة قوية عالية إلى أقصى الطرف الأيمن. رايح حمد الهوني، ملعوبة كرة في اليسار، مواجهة بين زيزو والهوني. كرة مجموعة، نقلة في وسط الميدان إلى أقصى اليمين، لكن لا تصل المباراة. جماهير ترجي هوني عنده كرة في وسط الميدان، لكن الضغط على زيزو. عنده كرة زيزو بين لاعبين، زيزو يتقدم في جماهير الترجي. جماهير مرمى محمد صبحي والتمريرة. الكرة ما زالت قائمة، سقوط من دون غيلاني ينقل الكرة إلى أقصى الطرف، يرسل كرة طويلة في وسط الميدان، بتعود منقولة للترجي. فرصة عرضية ترسل، نقلة في الوسط. الكرة ما زالت قائمة، ترسل عالية، تغطية. الكرة ما زالت، فرصة لتصويب، كاد أن يفعلها. ينقل الكرة في وسط الميدان. الكرة ما زالت قائمة ممتازة جميلة خطيرة للترجي. بعد ذلك لنادي الزمالك سقوط وخطأ لمصلحة نادي الزمالك في اللقطة الماضية. الخطأ على توغاي لغادة من هذه المسافة، ترسل ساقطة لكنها تتحول. زيزو على تنفيذ، يرسل كرة عالية إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. كرة اللاعب حمزة المثلوث الملعب، بينما العرضية جميلة. الله، هنا كرة للترجي بينية ممتازة، فرصة. الله الترجي لا يقف لأنه فريق دم وذهب. نعم، هدف التقليص بكرة. من دخل بديلا هنا يقلص النتيجة والأروع على الهوني. والتمرير الهوني عند كرة الهوني. المحاولة ما زالت قائمة، فرصة المرور. هناك سقوط خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. بشري على استلام من بن حمودة للترجي، منقولة تمريرة بالكعب، لكن في الاخر تصل الكرة عالية في وسط الملعب من جديد. هناك جميلة إلى حسام، عرضية خطيرة إلى خلف الأيمن للترجي. عرضية ترسل، التغطية داخل منطقة الجزاء. راسية تحضر في الطرف الأيمن. وصلت هذه الكرة، بعد ذلك عرضية ترسل. تصدت مباراة زملكاوية. يرسل كرة طولية على الكرة، زيزو يرسل كرة عالية، لافة راسية تحضر لك. كثيرة كرة الخدوهات لم تكتمل. أصل الكرات الطولية في محاولة لضرب عمق الزمالك لم يخسر. راسية تحضر خطيرة من سيف الدين الجزيري. كرة إلى ركلة، كرة الجزيري من أجل كرة يستفيد من هذه الكرة. بن زيزو ما زال، زيزو العرضية. جول عود
بنعم أيها التاريخ لنستعيد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كيفية استخراج إفادة إن حضرتك لو كنت خريج كلية الحقوق ومعاك ليسانس حقوق وعاوز تعمل إفادة إنك أنت حضرتك غير مقيد بسجلات أو بالدفتر العام الخاص بنقابة المحامين. أنا مثلا اتطلب مني إفادة إن أنا غير مقيد بالجدول العام أو غير مقيد بنقابة المحامين. فعملت إيه؟ أول حاجة بيكون معاك صورة المؤهل اللي هي صورة ليسانس الحقوق، تمام؟ وبيكون مع حضرتك البطاقة الشخصية طبعا معاك. فبتروح عند نادي المحامين النهري، نادي المحامين النهري، وده مكانه عند كورنيش المعادي عند النزلة الأولى بتاعة كورنيش المعادي. فبتنزل حضرتك عند الكوبري عند النزلة الأولى، فبتبقى على الكورنيش تتمشى شوية لحد ما توصل عند نادي المحامين النهري. فبتدخل أول ما بتدخل من الباب بتاع نادي المحامين النهري هتاخد شمال علشان تروح عند إدارة السجلات. فبتروح هناك بيكون فيها نظام الشباك. فبتروح عند أول شباك فبيقول لك أنت عاوز تعمل إيه؟ هتقول له عاوز أعمل إفادة إن أنا غير مقيد في سجلات نقابة المحامين. فبيقول لك هات طيب صورة الليسانس ووريني البطاقة بتاعتك. فبياخد البطاقة وبيضرب الرقم القومي بتاع حضرتك واسمك بالكامل، وبيعرف التفاصيل من الليسانس انك انت خريج جامعة ايه او كلية الحقوق جامعة ايه دفعة كام، تمام؟ وبعد كده بيقول لحضرتك هتروح الخزنة تدفع فيها المصروفات. بتدفع هناك 50 جنيه عن الإفادة الواحدة. وبعد ما بتدفع وانت كمان بتدفع بيسألك في الشباك بتاع الخزنة بيقول لك انت عاوز تاخد الإفادة دي بتوديها عند انهي جهة؟ اكتب لي او قول لي على الجهة اللي انت حضرتك عاوز تسلم الإفادة ديت ليها. فانا قلت له اكتب لمن يهمه الامر. قال لي لا ما ينفعش، لازم تقول لي على جهة محددة معينة بحيث ان اكتبها عندي على فقلت له حاضر. فقلت له طيب على الجهة اللي انا عاوز اودي ليها الافادة دي. فراح كاتبها. وبعد كده بعد ما اداني الوصل ان انا دفعت قال لي ارجع تاني عند ادارة السجلات. فرجعت تاني عند ادارة السجلات فسلمت الوصل اللي انا دفعت بيه. وبرضه سألني نفس السؤال اللي اتسألته عند الخزنة وقال لي انت عاوز تسلم الإفادة دي فين؟ فقلت له على الجهة اللي انا عاوز اسلم الإفادة ليها. فبعد شوية مثلا نقول ساعة ولا حاجة كده راح الحمد لله طلعت الإفادة ان انا غير مقيد بالنقابة، وراح ختم لي الإفادة ديت بالختم الخاص بالنقابة. وقال لي روح عند شباك 5 برضو نفس إدارة السجلات، شباك 5 جنب الشباك كان الشباك رقم 2 اللي كنت عليه الأول. فقال لي روح بقى عند شباك 5 علشان رئيس إدارة السجلات يمضي أو يوقع عليها. ففعلا ده حصل. فرحت فوقعت الإفادة من عند شباك 5. والحمد لله سألته وقلت له كده خلاص. قال لي كده خلاص. وبقت معايا الإفادة إن أنا غير مقيد في سجلات نقابة المحامين. ويا رب يكون الفيديو ده عجب حضراتكم وشرح خطوات للناس اللي هم عاوزين يعملوا إفادة إن هم غير مقيدين في سجلات نقابة المحامين. وكان معاكم أخوكم أحمد المطري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.